السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وداعا بقى لفشل الكيكة، والنهاردة هوريكم الكيكة الفانيليا الهشة المظبوطة، طعمها حلو قوي يا جماعة، سكرها مظبوط، شايفة الهشاشة بتاعتها وخفيتها. كمان عايزة اقولك على سر الارتفاع بتاعها، وطعمها زي بتاعت الشركات بالظبط اللي احنا بنجيبها. عايزة اقولك مش محتاجة ولا صوص ولا محتاجة اي حاجة، جميلة جدا، طعمها خطير بجد زي اللي احنا بنجيبها واحسن. يلا بينا نبدأ كده في الفيديو ونصلي على النبي كده. واول حاجة احنا جبنا كده 5 بيضات. طبعا يا جماعة هتقولوا 5 بيضات كتير، لا ال5 بيضات مش كتير لو انت عايزة كيكة هشة وطعمها حلو ويكون مظبوط تمام وتطلع نافشة معاكي وخفيفة. 5 بيضات زي ما انت شايفهم، ده البيض دوت مش بلدي، ده البيض ده بيض ابيض تمام. انا بقول لك حجم البيض يعني. بعد ما حطيناهم كده عندك خلاط، عندك عجان زي ده، عندك مضرب، اي حاجه. المهم هنحط لهم كوبايه سكر من المج اللي انتوا شايفينه، مج الشاي. كوبايه السكر دي مليانه، لازم نعمل توازن بين السكر والدقيق بتاعنا. هنحط برطمان فانيليا من اللي انتوا شايفينه ده. البرطمان الفانيليا ده يعادل لو انت 3 اكياس فانيليا تمام. 3 اكياس فانيليا على كل بيضتين كيس فانيليا تمام. حطينا هنا هوت برطمان الفانيليا. هنشغل هنا هوت ندوب بالسكر والبيض على السرعه بتاعتنا 5 دقايق بالظبط، لغايه ما السكر يدوب ويعمل فوليوم زي ما انتوا شايفينه، اللون ابيض وجميل. في الخلاط هتعملي كده برضو 5 دقايق تمام. اهم حاجه الخطوه الثانيه، هننزل بكوبايه زيت مليانه من هي المج اللي انتوا شايفينه بتاع الشاي ده، وهننزل بالتدريج كوبايه زيت مليانه من المج اللي انتوا شايفينه ده. نفس الكوبايه اللي هتعايري بها السكر، هتعايري بها اللبن، هتعايري بها الدقيق، هي الكوبايه. المهم هننزل بالزيت ده بالتدريج اكنك بتعملي مايونيز. الهشاشه والارتفاع بسبب الزيت، واللون الابيض بسبب الزيت. بعد كده بقولك اول ما ننزل الزيت كده ونخلصه، هنحط معلقه كبيره من اللبن البودره. عايزه اقولك اللبن البودره بيدي طعم جميل جدا ولون حلو قوي للكيكه، وهو ده السر من اسرار الشركات تمام. بعد ما حطينا هنحط نص كوبايه لبن عادي في درجه حراره المطبخ، مش هنسخنه ولا اي حاجه تمام. حطيناه. بقول لك دوت نوع الدقيق انا بستخدمه، اسمه دقيق البيتزا، عشان كتير اتسالت على نوع الدقيق. انا بجيب الدقيق ده نص كيلو ب20 جنيه يا جماعه، مكتوب عليه دقيق البيتزا، بستخدمه في المعجنات وفي الكيكات. حطيت كوبايتين من الدقيق من الكوبايه اللي انت شايفاها، كوبايه الشاي ديت. الكوبايتين دوت يعني في حدود الربع كيلو من الدقيق تمام. بعد كده يا جماعه نزلت عليهم بالكيس الباكون باودر. شايفه بقول لك الكوبايه دي اهي كيس الباكون باودر، ده السر من اسرار اللي بيخلي الكيكه نافشه ولونها جميل جدا. انا ما بنخلش، عايزه تنخلي الدقيق مع الباكون باودر عادي، حاجه ترجع لك. بس انا هنا يا جماعه حطيت الدقيق وبعد كده حطيت كيس الباكون باودر. عايزه اقول لك الكيس دوت تحفه جميل جدا. اديني بوريهولك تاني اهوت بجد. انا هبقى احطه كله، ما فيهوش اي حاجه، هو دوت اللي بيخلي الكيكه عندي فاتحه وجميله جدا، وكمان اللي بيخليها جميله وهشه اكتر سر الزيت اللي احنا حطيناه بالتدريج. واهم حاجه الزيت بتاعك يكون لونه حلو. انا بستخدم زيت الذره اللي هو عباد الشمس عشان مش يغمق لي الكيكه تمام. واللبن البودره بيساعد على اللون الابيض الحلو. طبعا انا بحب افصل لك كل حاجه انا بحطها وليه تمام، عشان الاسئله اللي بتدور في دماغكم لما بتيجوا تعملوا كيكه. حطيت الكيس الباكون باودر مع الدقيق، يعني حطيت الدقيق وحطيت عليه كيس الباكون باودر. عايزه تنخلي الدقيق والباكون باودر عادي، مفيش اي حاجه، بس برضه هتطلع كويسه وجميله تمام زي ما واهم حاجه الدقيق بتاعك يكون دقيق اللي هو بتاع الكيكات، ما تجيبيش الدقيق اللي فيه عرق قوي عشان مش يديك الكيكه بتبقى مكتومه. دايما نشتكي الكيكه بتبقى مكتومه ان انت اساسا بتخلي اللي بتعملي بالدقيق اللي هو الدقيق بيبقى فيه عرق عالي. فاحنا عايزين الدقيق بتاعنا يكون الدقيق اللي هو بتاع الكيكه، اللي بيخلي الكيكه هشه وجميله جدا. شايفين بقى قوام الكيكه بتاعي بعد ما ضربتها؟ عايزه اقول لك الهشاشه والفوليوم اللي انا عملته ليها، عايزه اقول لك هتخلي الكيكه تطلع معاكي هشه ومش مكتومه ابدا. تابع معايا المقادير بجد والله لا تدعي لي عليها. ما تنسيش تعملي لي لايك لو لسه بتتفرجي معايا، وما تنسيش تشتركي في القناه لو انت اول مره عشان الفيديوهات بتاعتي توصل لك كل جديد. وما تنسيش كمان تشير لنا الفيديو. دلوقتي بقى انا جبت الصينيه بتاعتي دي مقاس 24، وديت الصينيه دي المثاليه. جبت حته زبده كده، الزبده دهنتها بيها الصينيه، بتدي طعم وبتدي لون جميل جدا. انت ممكن تدهني زيت وسمنه هيدوها لون، لكن الطعم هيجي من الزبده، خلي بالك. بعد كده بدرتها بمعلقه دقيق عشان الكيكه معايا تبقى جميله جدا وما تمسكش في الصينيه. غلفت كده معلقه من الدقيق، واللي فايض بشيل الدقيق الزياده تمام. بعد كده حطيت الخليط بتاعي الجميل الهش الطري اللي انتوا شايفينه، اللي هو عامل زي الفوليوم. شايفين بجد السر كله يا جماعه في معلقه اللبن البودره، بتدي لون جميل، بتخلي قلبها ابيض زي الفل زي ما انتوا شايفين. وعايزه اقول لك لو انت عندك صينيه اكبر شويه ممكن تستخدميها، بس الصينيه دي مقاس 24 مناسبه جدا لتطلع معاك الكيكه جميله جدا.
عشان على طول بنطلع الكيكه بتبقى معانا معجنه. طب نعمل ايه؟ انت بتحط المقدار بتاعك في كيكه في صينيه بتبقى صغيره، خلي الصينيه بتاعتك دوما تكون مثاليه، يعني قد المقدار اللي انت هتعملي بيه عشان ما تطلعش معجنه. تمام. طيب دلوقتي انا خلصت وصبيت المقدار بتاعي في الصينيه. بقول لك شايفه المقدار؟ هدخله الفرن درجه الحراره بتاعتي 180. انا ما بشغلش الفرن قبلها يا جماعه، انا بحط الكيكه وبعد كده بشغل الفرن. شايفين زي ما انتوا شايفين على 180. خلي بالك الكيكه لو انت شغلت الفرن ودخلت الكيكه هي اللي بيطلع قلبها اسود، ودايما نقول ليه بتشتكي. شايفه اللون جميل ازاي وهشه وجميله؟ بيطلع قلبها اسود ليه؟ ان انت بتكوني مشغله الفرن قبلها وتروحي مدخله الكيكه فبتستوي بتتلهف على طول، فبالتالي ان الكيكه بتاعتك بتطلع لونها غامق وما تستويش وتبقى معجنه. طب لو لقيتي في الموقف ده هتحلي ازاي؟ لو انت دخلت الكيكه ولقيتها استوت ولقيت في النص لسه معجنه، على طول بورقه فويل، ورقه ألمونيا فويل يعني، بتغطي الوش وتهدي النار شويه، هتلاقيها استوت من ايه؟ من قلبها اللي في الوسط، عشان دوما القلب ساعات بيبقى ني. فانا بقول لك بتغطيه بورق ألمونيا عشان يكمل سوا وتهدي الفرن بتاعك شويه. شايفين لما طلعتها من الفرن سبتها تهدى شويه، رحت قلبها على طول اتقلبت معايا بكل سهوله. شايفين اللون ده جاي من لون الزبده اللي انا دهنتها بيه، الارتفاع الهشاشه اللون ده اكنه زي بتاع الشركات. عايزه اقول لك في منتهى الجمال. بضغط عليها الارتفاع بتاعي بيرد تاني، عشان تعرفي ان كيكتك لو مكتومه ودوست عليها مش هترفع لك تاني. لكن شايفه بقول لك السمك والارتفاع، شايفه كام سنتي؟ ماسكه الكيكه جميله جدا يا جماعه. تابع المقادير بتاعت بالظبط، واهم حاجه حط الزيت بالتدريج، واللبن البودر هيخلي طعمها حلو قلبها ابيض. الزيت هتحطيه بالتدريج هيديكي هشاشه وارتفاع جميل جدا. شايفه وانا بخرط الكيكه اكنه واضح طالعه زي الريش الناعمه. شايفه اللون، شايفه لونها ابيض، شايفه الخفيه عماله اضغط عليها بتطلع. شوف انا ههزها لك اهي، اظن واضح انه خفيفه وجميل. عايزه اقول لك طعمها جميل، سكرها مظبوط. مش عارفه اقول لك ايه اكتر ما اقول لك. لو انت عجبك بقى المقدار، شايفه عماله اضغط بتقب، بضغط بتقب. اسبونج جاتوه، عايزه اقول لك تحفه، مقاديرها مظبوطه، مقادير شركات. عايزه اقول لك لما تبرد وتهدى ممكن تقطعيها طرنشات وتديها لاولادك في علب يروحوا المدرسه، وعايزه اقول لك ان هم هياكلوها بسرعه قبل ما يوصلوا. شايفه بقى؟ عايزه اقول لك القوام مظبوط، مش معجنه، طالعه المسافات جميله بين الفتحات. شايفه وانا بقطعها كده الهشاشه والمطاطيه في نفس الوقت مظبوطه زي الكيكه الجاهزه بتاعه الشركات. عايزه اقول لك هتطلع معاكي بكل سهوله وانت شايفه كده وانا بقطعها. الاول بوريكي الهشاشه بتاعتها، وكمان مش بس كده، ده انا كمان شايفه الهشاشه، شايفه وانا بقطعها بجد يا جماعه تحفه. وكمان هتطلع معانا من الصينيه بكل سهوله، مش هتلزق وهتحافظ على شكلها، وكمان تنفعي تزينيها كمان للطرط على طول. عايزه اقول لك القوام جميل جدا، والهشاشه والمسافات بتاعتها مسافات ضيقه مفيش فراغات. ده طعمها حلو جدا وهيعجبكم. لو وصلتوا معايا لحد هنا ما تنسوش تدوسوا لايك وتشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد من وصفات بلاش دريفن. ولو جربتوا الوصفه بنفسكم قولوا لي النتيجه في التعليقات. وما تنسوش السر الكيكه الهشاشه واللون الفاتح اللي انتوا شايفينه والهشاشه دي في التفاصيل الصغيره. لما تشوفوها كده مع بعض كده وبقولوا لي النتيجه. ادي قطعتين شايفين كده يا جماعه بقطعهم بايدي، شايفين الهشاشه والطعم بالظبط زي بتاعه الشركات. عايزه اقول لك اللي هيجربها فعلا هيقول لي مظبوطه. انا خلصت الفيديو. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.